السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وفي احسن حال يا رب. معكم سلوى الصديق لفرش العرايس. قبل ما نبتدي الفيديو يا ريت نصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أعاد الله عليكم بالخير واليمن والبركات. معانا النهاردة شقة عروسة جديدة، يا رب شغلي فيها يعجبكم. انا صورت بس الدواخل بس ومش كامله، وهنشوف مع بعض دلوقتي. معانا دلوقتي قطعه النيش الاولى، بسم الله ما شاء الله. عملت لها طقم خشاف كريستال من فوق، وعملت لها هنا قاروره كريستال كده وحواليها بعض الكاسات. عملت لها الطقم الصيني بتاعها كده زي ما حضراتكم شايفين، وزعته لها كده على رفين. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. كان ذوق رقيق جدا ما شاء الله. يا رب يسعدها ويهنيها. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه، وتقولوا رايكم بقى في رص في نيش عروستنا النهارده. ربنا يسعدها يا رب ويهنيها ويرزقها الذرية الصالحة، اللهم آمين. هنا البوفيه بسم الله ما شاء الله. عملت لها طقم الأكروبايركس كده زي ما حضراتكم شايفين. وزعت لها جزء منه كده فوق، ومن تحت باقي الطقم وباقي طقم الصيني. عملتهم كده في الرف من تحت زي ما حضراتكم شايفين. بسم الله ما شاء الله. كان لون الطقم الأكروبايركس كان عاجبني قوي، كان اسود في ذهبي كده. بسم الله ما شاء الله. هنا طقم الأكروبال بقى، كان اللهم بارك الطقم الموف القمر ده. عملت لها جزء منه كده من فوق، ومن تحت باقي أطباق من الصين وشنطة المعالق. قولي رأيكم كده بسم الله ما شاء الله، وادعوا العروسة دعوة حلوة من القلب. ربنا يسعدها ويهنيها وادعوا بحاجتها في الهنا والبركة والسعادة. عملت لها طقم خشاف مقابل للطقم الخشاف اللي هناك، بس ده كان كريستال، ده التاني كان فيه جولد. عملت لها هنا برضو الرف ده طقم قارورة مقابل للتاني، وعملت لها طقم الشاي هنا الشاي والجاتوه مقابل الطقم الشاي من الصيني، وعملت لها جزء من الطقم الأكربال من تحت. هنا بقى دولاب الأطفال، عملت لها الملايات كده من فوق بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. عملت لها بقى الحفة بتاعتها وباقي الفوط وكوفرتات. ربنا يسعدها. قولوا لي رأيكم في رص في الدولاب اللي اختلفنا عليه أنا والعروسة، وقولوا لها إن شاء الله حاجتها جميلة ورص الدولاب جميل، وربنا يسعدها يا رب ويهنيها. العروسة المتعبة رزق يا جماعة. هنا عملت لها الكوفرتات الأطفال كده ودفاية أطفال في النص، وعملت لها بقى من تحت باقي الفوط والبطاطين بتاعتها. كانت جايبة البطاطين اللي هي الأسباني بسم الله ما شاء الله، كانت جميلة جدا وخامتها تحفة. ومن تحت عملت لها كوفرتة كبير كده ودفايتين. قولوا رأيكم في رص في دولاب الأطفال كده. هنا الدولاب الكبير كان دريسنج، فعملت لها صورنا بس الرف بتاع المفروشات. هنا المطبخ بقى للأسف هم كانوا كركبوه بعد ما أنا خلصته. قولوا بقى كلمة عتاب للعروسة في الكومنتات عشان هي تشوفها. بعد ما خلصته ما كنتش صورته، قلت لهم بس روقوه كده، فهم حطوا بقى حاجة الخزين والكلام ده بوظوا الدنيا يعني. فصورنا بس صور. هي العروسة اللي أخدت التليفون وقالت لي ما تزق، قلت لهم انتوا عملتوا في المطبخ كده ليه؟ قالت لي هصور لك صور. فصورت الضلف بقى صور. سامحوني في المطبخ. حاولت يعني أعرفكم الدنيا كانت ماشية ازاي. ادعوا لها بقى بالبركة والهنا والسعادة، وما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة. حبيت بقى علشان الفيديو قصير حبيت احط لكم ده دولاب اطفال لعروسة تانية، بس انا كنت فرشالها بس الدواليب بس. هنا عملت لها زي ما حضراتكم شايفين كده الفاط والكوفرتات ومن تحت الكوفرتات اللي هي العادية بتاعتنا دي، ومن فوق المفارش القاطفة والبطاطين، وزينتها كده زي ما حضراتكم شايفين. انا غيرت الرصة تاني هوريها لكم دلوقتي، لان اكتشفت بعد ما خلصنا ان في علب فوط ما جاتليش اصلا ما شفتهاش، فغيرت الرصة من تحت هوريها لكم دلوقتي تاني. هنا بقى عملت لها الملايات بتاعة الأطفال ودفاية كده حواليها بسم الله ما شاء الله. من فوق كوفرتات كانت دفاية تقريبا برضو. هنا بقى المفارش القطيفة بتاعة الأطفال، وفي النص كوفرتة سرير كبير، واللحاف بقى الكبير والبطانية الكبيرة، ومن تحت الحفة الأطفال وفي النص كده بطانية، وحطيت دفاية برضو فوقها كده بسم الله ما شاء الله. قولوا رأيكم في رصة الدولاب. ربنا يسعدها يا رب ويهنيها، اللهم آمين. هنا بقى التغيير اللي بقول لكم عليه، عملت لها العلبتين الفوط اللي احنا لقيناهم، ونزلت الكوفرتات تحت. كان هنا لو تفتكروا كان تحت خالص كان شنط الخروج، وديتها لها في الغرفة التانية، وعملت رف فوط كمان. هنا بقى غرفة النوم الكبيرة عملت لها اللبس الشتوي بتاعها هنا، واللبس الخروج كده، واللبس المتعلق هنا بسم الله ما شاء الله.
وهنا عملت لها الملايات بتاعت السرير الكبير كده زي ما حضراتكم شايفين وفوط لاستعمالها هيبانوا دلوقتي. وعملت لها برضو دفايتين كده زي ما حضراتكم شايفين، بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. الرف كان واسع، كان نظام الدولاب ده مختلف شوية. عملت لها اللبس الصيفي بتاعها كده في الجنب، وكان لبس العريس بقى الناحية التانية كده زي ما حضراتكم شايفين، والأدراج سيبنا الجنب ده للعريس. ما تنسوش برضو الدعاء للعروستين، ربنا يسعدهم ويهنيهم. وما تنسوش دعوة الثانوية العامة بالله عليكم، ادعوا لبنتي ولولاد اخواتي ولكل اللي في الطلبة، ربنا ينجحهم ويوفقهم.